كانوا مفكرينه استشهد. هو طلع على إنه شهيد. بديت أودعه، مسكت رجليه بأودع فيه، بس ما قدرتش، صرخت صوت يمكن هز الكون كله. بعد ما صرخت وكأنه هذا الصوت أحيا الروح جوا أسامة. أسامة قام من الكفن بيستفرغ، ردم حجار. فوالله العظيم 2 دكاترة شردوا من الغرفة من هولة المنظر يعني. أنا لحالي يعني كنت كتير الموقف صعب علي، وما قدرتش أتحمل إنه ده ابني الوحيد وأجاني بعد 10 سنين. وهي الكفن تحتي والكفن موجود معايا. الكفن موجود معك هنا؟ قطعة حطاها هنا على أساس إنها تحمينا من المطر وقطعة هذه القطعة الأخيرة اللي كان مكتوب عليها مجهول؟ لأنه ما كانش معها حدا. كل الأحداث هذه صارت ووالده في الشمال. صعب جدا إنه أنت تعيشي حاملة مسؤولية لحالك، فيش حدا واقف معاكي. الحمد لله على سلامته. وين يا أسامة، كيف حالك؟ تعال، شو اسمك أنت؟ اسمك أسامة؟ تاخذ المايك، تاخذه تلعب فيه.